بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث إليكم أستاذ رمضان عبد الحافظ، مؤلف كتاب أحلام الشباب ومنسق عام اتحاد القوى السياسية والمجلس الوطني الإسكندري. موضوعنا النهاردة عن ظاهرة التحرش في مصر. السنة الماضية حصلت ظاهرة في جامعات، أساتذة الجامعة تحرشوا بكل طالبات الكليات. العام الماضي أساتذة الجامعة تحرشوا بالطالبات الجامعة. محدش مسائل قانونية وعدت وخلاص. أما اليوم وصلنا للثانوي، تحرش جنسي وصل للثانوي. وبعدين أستاذ ثانوي اتحرش ببنت في الثانوية. أستاذ بتاعها اتحرش في الثانوية. ليه؟ طب السنة اللي فاتت كانت جامعة، السنة دي ثانوية، السنة الجاية بقى هنستنى بقى الجامعة بتاع الحضانة. احنا نشكر الأستاذ وائل الإبراشي اللي تجرأ وذاع البرنامج واستدعى وجاب البنت واعترفت بكل التفاصيل. طب دي بنت طلعت جريئة واعترفت وقالت. أما في بنات الباقي ده أكيد خافوا من الفضيحة، خافوا من أولياء الأمور بتاعتهم. طبعا مش هتكون أول حادث تحرش جنسي. طب انت بقى بتتكلم ليه يا استاذ رمضان عن البنات ديت، وايه اللي شغلك يعني في الموضوع؟ هو انا لو عندي بنت انا مش هقدر اوديها دلوقتي. انا دلوقتي بنتي اسمع ان المدارس الثانويه فيها تحرش، واستاذ المدرس بيحاول يتحرش بيها، هوديها بقى ازاي؟ وديها ازاي؟ طب ما هي وزاره التربيه والتعليم، المفروض التربيه الاول قبل التعليم. فين التربيه اللي هم ربوها المدرسين بتاعتنا؟ ايوه، دور التربيه ده دور تربوي في البيت. لكن انا بالنسبه دلوقتي انا وديت بنتي الثانويه، هو انا موديها شارع محمد شارع الهرم؟ انا مش مودي بنتي شارع الهرم عشان خاطر تتحرش. انا دلوقتي راجل رب بيت وديت بنتي المدرسه الثانويه، استاذ المدرسه يتحرش بيها وتقول دورك ايه في التربوي؟ هو عيب على التربيه والتعليم. هو لا ده دور لا على النشأة ان هو نشأها. نعم، ده عيب من المدرس نفسه. عيب من المدرس نفسه. مين المسؤول عنه؟ المسؤول عن المدرس رئيس المدرسه، وزير التربيه والتعليم. مش قادر يحرس. خدت بالك هنعمل زي الجنود اللي هم راحوا على الحدود المصريه وبيتقتلوا، لا مش قادرين نحميهم، حتى بنات نوديهم مدرسه مش هنروح نحميهم. ايه ظاهره التحرش الجنسي دي؟ ازاي استاذ مدرسه ثانوي يتحرش ببنت؟ ازاي؟ الاستاذ ده لازم يتحاسب، ووزير التعليم نفسه كمان يتحاسب. هنحاسب وزير التعليم على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ لا، ما هو ده شغله هو. يعني انت يعني لو قطوره دخلت في بعضها نروح لوزير المواصلات نقول له نحاسبه عليه ولا عليه، ولا هو ده شغله؟ ما هو شغله. طب هو اصلا اهمل في الطلبه اللي وقعت عليه البوابه فمطروح، والطالب اللي وقع عليه لوح الازاز. انا دلوقتي مودي بنتي بتموت في المدارس عندنا وحالات ياما بتموت. انا دلوقتي مودي بنتي يا استاذ الفاضل، انا دلوقتي مودي بنتي المدرسه الثانويه تدرس. مين المسؤول عنها؟ كل هيئه التعليم كلها اللي موجوده، من بوابه الامن لمدير المدرسه لوزير التعليم، هو المسؤول عن بنتي. كل دول مسؤولين عن بنتي. كل من هو خدت بالك في دايره التعليم مسؤول عن بنتي اللي انا بوديها. طب والاطفال اللي بتموت كل يوم والتاني ديت، وازاي الاستاذ يستجرأ ويتحرش بطالبه؟ ازاي؟ انا بشكر الاستاذ وائل الابراشي اللي ذاع هذا البرنامج. وبعدين الاستاذ الجامعي ده لازم يتعلق قدام المدرسه، يبقى عشان يبقى عبره لغيره. يا استاذ رمضان، انت عندك كل يوم بيحصل حالات تحرش في الشارع بسبب بنات تبقى معديه قدام المدارس، الشباب واقفين
يشد الشنط منهم واللي يشدها مش عارف ايه واللي يعمل لها ايه. ما احنا كنا هنتكلم في التفاصيل، الكلام ده. ما احنا لو كنا هنتكلم في التفاصيل دي كلها يا استاذ محمد هنجيب بقى السبب الرئيسي. ايه سبب ظاهرة التحرش؟ ايه سبب ظاهرة التحرش؟ الافلام اللي بتنزل في السينما. ايه الافلام والموبايلات اللي البنات كلها معاها موبايلات ومشغله كل الدنيا ماشيه بيها دلوقتي يا ريس، مفيش حد والاعلام واللي الحاجات دي كلها خدت بالك موجوده. نتكلم عن التحرش الجنسي، التحرش موجود في المواصلات، موجود في السكك الحديديه، موجود في المستشفيات. انت عايز ايه يا استاذ؟ انا عايز اعرف. انت عايز ايه؟ احنا عايزين نحاكم هذا المدرس على باب المدرسه عشان يبقى عبره لغيره. انت هتحاكمه بصفتك ايه؟ خدت حضرتك بصفتي ولي امر في المدرسه. لوحدك؟ لوحدي، كلنا ولي امور المدرسه. انا مش هودي بنت المدرسه تاني. مش هتودي بنتك المدرسه؟ خلاص بقى نقفلوا الجامعات، نقفلوا المدارس، وبلاش تعليم في مصر خالص عشان خاطر استاذ مش محترم يتحرش بالطلبه. هو العيب مش على الاستاذ، هو العيب على وزير التربيه والتعليم. ما احنا قلنا وزير التعليم يتحاسب. احنا قلنا وزير التربيه والتعليم ده يتحاسب. انتوا مين عشان تحاسبوا؟ لا احنا مين؟ احنا شعب مصر اللي بنحارب الفساد. الشعب اللي عمره ما يحب القهر ولا يحب الخيانه. هي المدرسه دي فين يا استاذ؟ المدرسه دي في اسكندريه الاوران. وان شاء الله باذن الله كده بنحضر لها ان شاء الله يوم الاحد او يوم الاثنين باذن الله، نروح نعمل وقفه عندها هناك ونجيب الاستاذ بتاع الاستاذ اللي هو مش محترم نعلقه على باب المدرسه. يوم الاحد او يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله هنحضر له وقفه هناك خدت بالك عشان خاطر نعلقه على باب المدرسه عشان يبقى عبره لغيره. عشان كل اب يطمئن ان في اسكندريه فيها رجاله تقدر تحمي بناتها. اسكندريه فيها رجاله تقدر تحمي بناتها. واي مدرس يستجرأ او يفكر ان يتحرش باي طالبه او يلوي دراعها تحت دروس خصوصيه او اي حاجه خالص كده هيتعلق برضه على باب المدرسه. اكبر بنات في ثوره 25 يناير و30 يونيو كان قلبهم زي الحديد، بنات اسكندريه. طب ما عندكمش قانون ولا ايه؟ لا في قانون. فين القانون؟ قانون براءه للجميع. ما هو الابراشي يزرع كل الحاجات ومحدش عمل حاجه. استاذ وائل الابراشي عمل اللي عليه وزياده. استاذ وائل الابراشي عمل اللي عليه وزياده، يشكر الراجل. تضمن منين ان اهل البنت دي ما تهددوش دلوقتي وتنازلوا على المحضر اللي اتعمل والحاجات دي كلها؟ تخلص في الاخر. هي القضيه هتخلص. تخلص في الاخر على معلش. يعني هي البنت اللي تحرشت ولا الشهداء اللي هم موتوا القواضي بتاعتها؟ شهداء 25 يناير اللي هي موتوا القواضي بتاعتها. انا ماليش دعوه بالشهداء، انا خايف على بنتي مش هقول ماشي برضه هيموتوا القضيه بتاعتها. لازم احنا ناخد حقنا بايدينا. اما انت كده هتبقى فوضى. نستنى كده هنعيش في فوضى. لو كل واحد خد حقه بدراعه البلد هتبقى فوضى. تحرش. عشان تعملوا ايه يا استاذ بالظبط؟ يا استاذ الفضيل التحرش الجنسي ما ينفعش يا استاذ الفاضل. هو الاستاذ ده متجوز؟ ينفع تكون بنتك توديها مدرسه؟ الاستاذ ده متجوز اللي اتحرش بالبنت دي؟ ما تفرقش. عنده بنات، عنده اولاد، عنده اي حاجه؟ وفي حد ما عندوش؟ لو مش متجوز عنده اخوات بنات. مدير المدرسه او مديره المدرسه. لا انا بكرر كلامي تاني. الاستاذ يتعلق على باب المدرسه عشان يبقى عبره للاخرين. هو المفروض كل اللي يعمل تحرش باي حد يتعمل له. وفي النهايه بحمل الحكومه وبحمل الدوله على ظاهره التحرش اللي موجوده في مصر، مش في الجامعات ولا في الثانويه بس، في المستشفيات وفي الكليات وفي القطوره وفي المواصلات. اقول ايه؟ وصلت عند الاموات. اوقات التحرش وصلت عند الاموات في التراب تحت الكباري. لازم يكون في امن، لازم يكون في حكومه هقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل اللي كان ماسك البلد 30 سنه وصل العنوسه 13 مليون عانس بقت النهارده في مصر مش عارفين يتجوزوا. بيتحرشوا ليه؟ ما يتجوزوا ليه؟ ظهرت كتره قواضي التحرش. عمرنا ما كنا زمان بنتحرش. احنا كنا في الستينات في السبعينات ما كناش بنسمع حاجه اسمها تحرش. ايه رايك في افلام السبكي يا استاذ رمضان؟ مين؟ افلام السبكي. افلام السبكي اللي هي فيها حلاوه روح والكلام ده؟ ايوه. ها؟ ده ايه ده؟
ايه وزير الثقافه ده؟ ايه حلاوه روح دي؟ ده انتوا بتذيعوه في التلفزيون. ايه حلاوه روح دي؟ انت مش إيه؟ مؤلف وعامل كتاب زيهم. هو ده انت فن. مش مؤلف وعامل كتاب زيهم. حلاوه روح ده فن، هو ده فن نقدمه لعيالنا، اطفالنا الصغيره، الاجيال اللي طالعه ديت. هو دوت سبب من ضمن اسباب التحرش. انت ما سمعتش عن حاله الاغتصاب اللي حصلت؟ الولد الصغير اللي عنده 17 سنه اغتصب واحده جارته. ده هيمثل معاها عشان يمثل فيلم حلاوه روح. اه. وعشان خاطر يشهروا الفيلم، عشان خاطر يشهروا الفيلم بتاع حلاوه روح، قال لك الرقابه وقفته. طب منين الرقابه وقفته ونزلته؟ اشكركم واعود اليكم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.